ليه بتذاكر إنجليزي ومش بتتكلم؟ خلّيك صريح مع نفسك للحظة، بقى لك سنين بتذاكر إنجليزي، تفتح كُتب، تحفظ كلمات، تفهم قواعد ويمكن تدخل امتحانات وتنجح، لكن أول ما تحاول تتكلم تحس إن الكلام واقف في زورتك، الأفكار في دماغك بس مش عارفة تطلع، وده مش لإنك ضعيف ولا لإنك فاشل، لكن لإنك اتعلمت الإنجليزي بالطريقة الغلط. أغلبنا اتربى على فكرة إن اللغة مادة زي رياضيات أو تاريخ تحفظها وتخلّص، لكن الحقيقة إن اللغة مهارة، والمهارة ما بتتعلمش بالحفظ، بتتعلم بالممارسة. أنت بتقضي وقت طويل جدًا تحفظ كلمات منفصلة وقواعد معقدة، وبعدين تستغرب ليه ما بتعرفش تستخدم اللي حفظته، لأن دماغك مش متعود يفكر بالإنجليزي، متعود يترجم، يفكر بالعربي الأول، وبعدين يحاول يحوّل الكلام لإنجليزي، وده بيخلّيك بطيء ومتوتر وتغلط أكتر. خلّيني أسألك سؤال بسيط، أنت اتعلمت العربي إزاي؟ هل حد قعد يشرح لك الفاعل والمفعول وأنت طفل؟ أكيد لأ، أنت سمعت اللغة آلاف المرات، قلدت اللي حواليك، غلط، اتصححت، وبالتكرار بقيت بتتكلم من غير ما تفكر. نفس المبدأ ينطبق على أي لغة في العالم، بس إحنا قررنا نعمل العكس في الإنجليزي، نبدأ بالقواعد ونسيب الاستخدام، وده سبب المشكلة. أكبر غلطة مدمرة في تعلم الإنجليزي هي الترجمة في دماغك، لإنك طول ما بتترجم عمرك ما هتتكلم بطلاقة، لازم الجملة تطلع من دماغك جاهزة زي ما هي، مش مترجمة، وده مش هيحصل إلا لما تتعود على الجمل الكاملة. بدل ما تحفظ كلمة go لوحدها، احفظ جملة زي I go to work every day، وبدل ما تحفظ قاعدة الماضي، احفظ الجملة الصح I went to work yesterday. ومع التكرار دماغك هيبدأ يعتبرها طبيعية. وعلشان كده الحل مش صعب، لكنه محتاج التزام. اسمع إنجليزي كل يوم حتى لو 10 دقايق، مش مهم تفهم كل كلمة، المهم ودنك تتعود على الصوت. احفظ جمل قصيرة تستخدمها في حياتك. كرر بصوت عالي حتى لو لوحدك، وما تخافش تغلط، لأن الغلط هو الطريق الوحيد للتعلم. ناس كتير بتستني لما تبقى جاهزة علشان تتكلم، والحقيقة إن الجاهزية بتيجي بعد الكلام مش قبله. افتكر دايما إن الطفل ما بيستناش يتقن اللغة علشان يتكلم، هو بيتكلم علشان يتقنها. لو فضلت تذاكر إنجليزي بالطريقة القديمة هتفضل فاهم بس ساكت، لكن لو من النهارده قررت تغيّر أسلوبك وتستخدم اللغة، هتتفاجئ إن الكلام بيطلع أسهل مما كنت متخيّل. في القناة دي مش هنحفظ قواعد وخلاص، إحنا هنتعلم إنجليزي للحياة، جمل حقيقية، مواقف حقيقية، مواقف حقيقية، وكلام تستخدمه فورًا. فلو عايز أخيرًا تتكلم إنجليزي بثقة، اشترك في القناة وخلّي الإنجليزي جزء من يومك، مش مادة بتخلّصها وتنساها.